بيتكلم في وادي وده بيتكلم في وادي. اسمعوا كده. الليلة الماضية أوصى أمير المؤمنين أولاده بوصايا سمعتم من خطبائنا، أما وصية مخصوصة قال ابني حسن بني حسين صباحا لما تجهزوا جسدي تدفنون جسدي. هو بيوصي دلوقتي ابناء الحسن والحسين لما يجي يدفنوا جسده في أرض قريب بالكوفة يسمى بالغريج وأنتم تعرفونه، هذا النجف. هناك قبر. هنا بيقول لهم بيوصيهم لما تيجوا تدفنوني في منطقة كذا كذا كذا. ايه اللي هيحصل يا عم الحاج؟ جاهز جهزه نبي الله نوح لأجلي. مين اللي جهز القبر لعلي بن ابي طالب؟ نبي الله نوح لأجلي. نبي الله نوح. نوح جهز قبر الذي سيدفن فيه الامام علي. تأخذون من براء التابوت أمام قدام التابوت هو يتحرك بنفسه لا يحتاج إلى أحد. بقول لهم ايه؟ لما اجي اموت ودوني القبر اللي حفره نبي الله نوح، ما تشيلوش جثماني هيتحرك لوحده. طب هذه الروايات إرشادية، يعني كل ما يعرفه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو معروف عند الحسن والحسين عليهم السلام. هذا دليل السائقة، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا موتهم ليس موت، بل موتهم أبد الحياة، كما أن موت الإنسان أبد الحياة. من شاء الله عبارة عن محمد وآل محمد بكرة أو في الليل على اختلاف الروايات. جهزوا الجسد المطهر من أمير المؤمنين، وكذلك في السكك يرون أن الجدران، أن الأشجار، أن الأحجار يسلمون السلام عليك يا أمير المؤمنين. يعني في 3 أمير مؤمنين ماشيين، علي والحسن والحسين، كانوا بيسلموا على مين؟ أمير مؤمنين مين فيهم؟ لما خرجوا من الكوفة رأوا شخصا نورانيا على وجهه حجاب ستر وهو راكب على ناقة. قال أنا الذي أوصى أبوكم أمير المؤمنين أن تسلموا جسده الشريف إلي. قال هل يمكن أن نعرفك من أنت؟ قلت إرشادية. مين انت اللي ابونا يقول عليك انك انت هتجي في جنازته والمفروض نسلم الجسد لك؟ مين انت؟ سؤال من معصوم يعرف الغيب، يعلم علم ما كان وما سيكون، بيسأله مين انت؟ وابوه قال له ما قالوش مين هو، ويقول لك اصل عندهم علم مطلق للغيب. كمل. لازم يكون هذا الامور حتى هذه الروايات ينقل في مجالسنا. هو بيقول لك ده امر ارشادي، يعني سؤال ارشادي. هو عارف مين؟ يعني بصوا خدوا بالكم، هو دلوقتي كان هيتورط في نفس سؤال اشرف غريب، قال لك لا هو عارف مين، يعني هم بيسالوه انت مين، هم عارفين هو مين، بس من باب الارشاد. رفع الراكب الحجاب ورأى الامام الحسن والامام الحسين سلام الله عليهما وبعض الشاب مشيعين راوا بانه هو امير المؤمنين سلام الله